السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي على قناتكم منير RB 06 في فيديو جديد وحلقة جديدة. إذا الفيديو تاع اليوم فيديو الذي حصل على نصف مليون مشاهدة، طنجة صيف 2018. هذا هو الفيديو تاعنا اللي نديروه، ارسلوه لي احد المغاربه. دوك تظهر لكم الرساله تاعو هنا ولا هنا، ديرها لكم في الصوره، لقيتها في التعليق. اذا ما ترسلوليش روابط الفيديوهات هذوما في التعليقات، ارسلوا لي الفيديوهات عبر حسابي على انستغرام، وهناك رابط مباشر للواتساب في صندوق الوصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو. واللي يتصفح في الهاتف ما يعرفش اين هو صندوق الوصف، كليكي على العنوان تاع الفيديو يخرج لك الوصف اسفل، تلقى رابط الانستغرام تاعي والواتساب. ارسلوا لي الفيديوهات مثل هذه. اذا نشوفوا مدينه طنجه لاول مره نشاهدها في هذا الفيديو، سوف نشاهده معكم. شوفوا رده الفعل تاعنا. تصوير من السماء ايضا لمدينه طنجه، من افضل المشاهدات على اليوتيوب على شاشه كبيره. كتب لي في الرساله تاعو هذا الانسان، هناك الكثير اللي كتبوا لي، مم ارسلوا لي على الواتساب لكي اتحدث عن واشاهد فيديوهات على مدينه طنجه المغربيه. قال لك فيها اكبر ميناء في البحر الابيض المتوسط، وهي قريبه لاسبانيا، 14 كيلومتر بينها وبين اسبانيا. مدينه طنجه هذه هي الاقرب لاسبانيا. نعم، او الساحل تاعهم. على ما اظن تمتد هذه المدينه البحر الابيض المتوسط والبحر الاطلسي هكذا. كتبوا لي اسفل في التعليقات لخوتنا المغاربه. شوف زرقة البحر تاعهم. هذه بداية فقط للفيديو يا اخواني، مجرد بداية لمدينة طنجة المغربية، خاصة كي يكون تصوير من السماء. والله روعة. انا نحب هذا التصوير بالدورون. أنا في الصيف. أنا لا أريد أن أشاهد الفيديوهات، أرسلوا لي فيديوهات أنتم أحسن، لأنني لا أريد أن أشاهد فيديوهات حول مدن في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط والى آخره. لمن يريد إرسال لي الفيديوهات اللي تشوفوا فيديو شباب وجميل نقدروا نديروا عليها ردة الفعل هكذا، ارسلوا لي هذه الفيديوهات. رايحين نروجوا لتلك المدينة وتلك المنطقة وذلك البلد باش يجوه سياح. ايضا حنا نشجعوا خوتنا المغاربة. شوف كيما هذه المدينة، مدينة طنجة، اي واحد يتمنى يروح ليها. باش هادنا لحد الان انا كنت نسمع على كل هذه المدن، مراكش، شفشاون على ما اظن، هناك الكثير من المدن في المغرب والقرى والى اخره نسمع عليهم. هذه الساحة تاعهم، أنا في الساحل تاعهم. مدينة صناعية على ما أظن. كتبوا لي الكثير من المغاربة الواتساب والانستغرام، أرسلوا لي رسائل قريتهم. على كل حال ما نقدرش نقرأ كلش، ولكن أنا هو في شريط الساحل على ما أظن البحر الأبيض المتوسط. ولديها أكبر مصنع للسيارات في شمال إفريقيا على ما أظن. ما غلطتش في المعلومات تاعي اللي أرسلوا لي إذا شفيت شوية. أكبر ميناء البحر الأبيض المتوسط أو في شمال إفريقيا ولا في. والله جميلة جدا. نراهم يصوروا في الساحل أمام شواطئ طنجة المغربية، أي المساحات الخضراء كما تشوفوا، الحالة نقية، ما كاش أوساخ. هذا شيء يشرف خوتنا المغاربة. شوف الشواطئ تاعهم كبيرة في هذه المدينة، مدينة طنجة المغربية. مدينة اقتصادية وسياحية أيضا، اللي يحب يروح يزور مدينة طنجة الجميلة. لحد الآن كما نشوفوا في هذه الصور لديهم ساحل. شوف الشواطئ تاعهم، ما حبش كاع تخلص لابلاج تاعهم، شاطئ كبير. والله لم أشاهد مثل هذا الشواطئ هنا في الجزائر بهذا، يعني كبيرة بهذا الحجم. شوف، أو ميناء على ما أظن هذا هو الميناء الأكبر
في البحر الابيض المتوسط. مدينه طنجة قريبه على اسبانيا مده 14 هناك 14 كيلومتر ديريكت، تقيس ديريكت من مدينه طنجة الى اسبانيا. اقرب منطقه في اسبانيا لمدينه طنجة 14 كيلومتر. شاطئ كبير، كي تدخل من الطريق حتى باش توصل للماء في البحر لازم لك وقت. روعه روعه. او بدا يدخلنا المدينه على ما اظن، ان شاء الله يدخل المدينه نشوفوا، حبينا نكتشفوا مدينه طنجة. شوف مساحه الخضراء فصلوها كما يلزم هاد المدينه. انا واش حيرني في المغرب، شوف هاد لوتوروت تاعهم او الطريق الوطني هذا، كل شيء مدروس، كل شيء. هذه البنايات على ما اظن من وقت الاستعمار الفرنسي، هناك بنايات من وقت الاستعمار الفرنسي. كالجزائر، احنا هنا في الجزائر مقر الولايات دائما تلقى البنايات اللي تركها الاستعمار الفرنسي، ولكن هناك بنايات جديده هنا في طنجة وسقموها، وقعدوا سقموا الامور المدينه تاعهم. واي معلومات كثيره على مدينه طنجة كتبوها لنا اسفل في التعليقات لخوتنا المغاربه باش تروجوا للسياحه لبلادكم المغرب. انا نتمنى المغرب تكون الاولى في العالم، لانهم مخدموا بلادهم وحبوا يستقطبوا سياح. ازيد من 12 الى 13 مليون سائح كل سنه ياتون الى المغرب من انحاء العالم، جميع انحاء العالم يجون للمغرب. حتى هناك مشاهير كبار في العالم يجون للمغرب في العطل تاعهم السنويه في العام، يجيو للمغرب يزوروا المغرب ومدن المغرب. شوف مساحة خضراء أمام الشاطئ. والله هذا الأمر لم أشاهده هنا في الجزائر. الدولة المغربية خدمت بلادها، الدولة المغربية والله خدمتها. شوف مساحة خضراء أمام الشاطئ، شاطئ خرافي. راك تشوف مساحة تاعو شاسعة، تقدر تستقطب سياح المغرب كاع تكون في هذا الشاطئ وتكفيهم. ومازال نجوا احنا بالجزائريين الى هذا الشاطئ او كيلومترات. عجب. شوف الطرق تاعهم كل شيء منظم، كل شيء مرطب. شوفوا قاروا السيارات، المركبات، هاد السيارات تاعهم كاين لي باركينغ سبيسيال، كل شيء ريقلو، كل شيء مخدوم. والله بصراحه غيره ايجابيه على خوتك المغاربه، خوتنا المغاربه. بارك الله فيكم. هذه بنايات جديده. شوف كيف يبني. الله روعه. الرومبوا تاعهم، الطرق تاعهم كيف داروهم، حاجه من المفقود. او لاعبي ملاعب كره قدم، وكاين وين يلعبوا دراري ولا خيره. مدينه طنجة والله لحد الان رانا نستمتعوا بهذه الصور الجميله جدا. مدينه طنجة المغربيه، روحوا تزوروا مدينة طنجة المغربية. واش راكم تستناو؟ روعة. لماذا تذهبون إلى دول أوروبية ولا خير اللي عندهم دراهم من دول هنا شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولا خيره؟ روحوا عند خوتنا المغاربة تتحوس هنا في المغرب. بلد جميل جدا، عنده مدن كثيرة، استقطب اكثر من 12 الى 13 مليون سائح في العام. ماشي حاجه. احنا في الجزائر السياحه الا في الصحراء، صحراء الجزائر روعه ما شاء الله. في الصحراء الجزائريه جم وكل انحاء العالم، ولكن المغرب خدموا الكثير من المدن ولا خيره، استقطبوا سياح كثر بطابعهم الخاص، طابع مغربي. شوف النخيل والطرق تاعهم هنا في مدينة طنجة حاجة زوينة. مساحات خضراء أمام الشاطئ. شوف هذه الساحة الكبيرة، ساحة كبيرة أمام الشاطئ. والله من أنظف المدن في العالم مدينة طنجة، على ما حسب ما شاهدته في هذا الفيديو. والله من أنظف المدن في العالم. حبيت يدخلنا شوية للمدينة أكثر، بيت نشوف أكثر في المدينة، يركزوا أكثر على هذا الشاطئ الكبير.
وهذا الطريق امام الشاطئ. والله تتمنى تروح تزور المغرب مباشرة لو عندي الامكانيات، وانا بسبب الخدمه الوطنيه رانا ريشيرشي كما نقول لكم، ما نقدروش نخرجوا من الجزائر، يرفدونا من المطار. تروح تزور مدينه طنجة المغربيه وتلقى روحك في الغواط ولا تعس في القاريطه. حنا ما حبيناش نروحوا للخدمه الوطنيه، نقول لكم بصراحه. انا في لاشين اليوتيوب شوف 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 شوف، الله اكبر. استمتعوا. والله اكون سعيد جدا كي نشوف هكذا مدن قدامنا. ارسلوا لنا فيديوهات عن تونس ايضا، توانسه اللي يشاهدونا في هذه القناه، سوريين، اردنيين، ليبيين. وين عندكم مدينه هكذا جميله ولا نتكلموا عليها، نشوفوها، نشوفوا مقارنه بينهم وبين بلدان اخرى مثل المغرب والجزائر والى اخره. والله شيء جميل جدا. انا نروج للمغرب، روحوا تزوروا المغرب. عندها مدن كثيره. والفيديو السابق اللي درته على مدينة إفران المغربية أيضا مدينة أمازيغية، كتبوا لي الكثير من المعلومات في التعليقات. والله كسبت الكثير من المعلومات حول مدينة إفران المغربية، وأرسلوا لي صور في الشتاء. والله ما تصدق كاع، ودات لقب أنظف قرية في العالم، أنظف مدينة في العالم سنة 2015، مدينة إفران المغربية. ولديها أكبر جامعة على ما أظن تما في مدينة إفران، تخرج ناس عقال لتما. مدينة أمازيغية، وتحية خاصة وخالصة لكل الأمازيغ في المغرب. أنا أيضا أمازيغ كذا، غند أمازيغ ذي الجزائري ثما الزول في اللون ثنمير سواطاس هو تماثلنا المروك. هي المغرب، مدينة طنجة، هي ساحل. وكتبونا أي معلومات أيضا على مدينة طنجة، هذه معلومات اللي ما ذكرناهاش في هذا الفيديو. روحوا تزوروا المغرب، بلد جميل جدا، مدن جميلة رائعة وخرافية. والله بصراحة خدموا بلادهم من طرف الدولة تاعهم. هناك مدن كثيرة سياحية وتستقطب سياح كثر في العالم. تحية خاصة وخالصة لكل إخواننا المغاربة، من أخوكم منير RB06 من الجزائر يحييكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تدعمونا باللايك، وبعثوا لنا مثل هذه الفيديوهات، وارسلوا لنا كل ما هو جديد في بلدانكم يا إخواني، سواء في شمال أفريقيا ولا الدول الشرق الأوسط ولا وين كنت في بقاع العالم. نتمنى الفيديو تاعنا عجبكم وردة الفعل تاعنا عجبتكم اليوم، والسلام عليكم.